وكان رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل هدد باستخدام القوة لمنع تقسيم ليبيا، لأن الرسائل عندما ترسل وتبعث من مصراتها يكون لها معنى آخر. الرسالة الأولى للمشتبهين والغافلين والمترددين، هؤلاء الذين يحلمون بتقسيم ليبيا، نقول لهم ها هو ردنا عليكم، ها هم رجالنا، ها هم شبابنا، ها هم صخور ليبيا مستعدون لحمايتها وحماية وحدتها بالدم. يا فوزية فدرالية فدرالية غصبا عنك يا فوزية، فدرالية فدرالية غصبا عنك يا فوزية، يا فوزية عبد العالي بقى ما يقدرها والي، يا فوزية عبد العالي بقى ما يقدرها والي، يا فوزية عبد العالي بقى ما يقدرها والي. آخر الأخبار بلطجية عبد العال ترشق تجمع الفيدرالية بالحجارة، ونرى الآن هجوم إصابات شاهد إصابات. هذه بلطجية عبد العال، بلطجية عبد العال. سيارة يا هو، سيارة يا هو، سيارة. بلطجية عبد العال، بلطجية مجلس انتقالي. الشعب يريد منازل تهتف يوم مظاهرة الفيدرالية بإسقاط عبد الجليل. الشعب يريد إسقاط عبد الجليل. الله أكبر، الله أكبر، مجلس يهاجمنا بالنار. احنا اللي معاك لحد اليوم انفصال يا استاذ محمد. ثورة جديدة يا استاذ محمد، هذه ثورة جديدة، ثورة جديدة، ثورة جديدة. يا هو ردوا عليكم، ردوا يا هو. ما كان ما بيتفضل بين عدوك من صاحبك. محمد القصير حييكم ونحن معاك ان شاء الله. سلاح عندنا سلاح، انا طلع سلاح نوقف غير ايش يقتلونا. وزير العدل الحقير الكذاب الفاسد يستخدم في نفس اسلوب معمر القذافي، نفس اسلوب معمر القذافي. هذا الاسلوب لم نعهده الا من القذافي والامن الداخلي. نحن جئنا لنطالب بمطالب شرعيه، فردوا علينا باطلاق النار والضرب والبلطجيه. هذا رايناه. صادق القرياني ومصطفى عبد الجليل الذي هدد باستعمال القوه، والقوه الحقيقيه هي في قلوب الشعب الذين عبروا تعبيرا شرعيا وحقيقيا وحضاريا وديمقراطيا، فلن يزايد علينا احد. الشعب يريد اسقاط الانتقالي، الشعب يريد اسقاط الانتقالي، الشعب يريد اسقاط الانتقالي.
يا مصطفى عبد الجليل بعتها لك بعتها لك بعتها لك يا راجل. رجل فاسد حقير مجرم مجرم. والله التاريخ ما يرحمك. رجل حقير ومجرم. الثورة سرقت يوم 20/8 سرقت يوم 20/8 يوم 20/8 ليس احتفال وليس نصر إنما هزيمة وغدر بمدينة بنغازي. عبد الجليل تهديده والقوة يستعمل بقتل الناس المدنيين. هو يتحمل مسؤولية. عبد العال الله لا يعليه إن شاء الله. واضح بالله حيرد عليهم بإذن الله. بإذن الله. يسقط المجلس الانتقالي. يسقط المجلس ويسقط مصطفى عبد الجليل الخاين. هو الخاين. هو الخاين. هو اللي قتل الليبيين. هو اللي يقتل الليبيين. تعود على قتل الليبيين هذا الخاين الحقير الفاسد. وجاءت سيارات بكب ودخلت عليها شريط اصفر وشريط اسود مما يدل على ان تابعه الهيئه الامنيه العليا لوزاره الداخليه وبداوا باطلاق نار كثيف في الهواء. طبعا شباب بالغين لا توجد لديهم خبره في فض النزاعات والمشاجرات او لا توجد عليهم. حدث 17 فبراير الحادثة المؤسفة أمام القنصلية الإيطالية. الناس اللي يعني حاولوا احتلال القنصلية الإيطالية والشرطة الغير مدربة أطلقت النار عليهم وماتوا. اعتقال عبد الله السنوسي مدير المخابرات الليبية في العهد السابق